السلام عليكم غالياتي، مرحبا بكم في قناة لمسات سجود. كي راكم دايرين عميراتي؟ ان شاء الله تكونوا كاع بخير وعلى خير ومتهنيين وفي صحه جيده وانتم تشوفوا في لا فيديو تاعنا تاع اليوم. هنا عميراتي اليوم جيتكم بوصفه لعشاق الحار، وصفه تاع العجه التونسيه بالمرقاز، حاره ما كانش كيفها. هنا عميراتي نفوتوا نشوفوا طريقه التحضير تاعنا. هنا كيما راكم تشوفوا عندي المقله حطيت فيها الزيت ونحط المرقاز تاعي هي الطقله، يعني غير يتقلى معايا هكا شويه، نعاود ندوره في الجهه الثانيه باش يتقلى معنا كاع المرقاز تاعنا. هنا بعد ما طاب معنا المرقاز، هنايا غادي نقلع المرقاز. هنايا حلفت ما تخرج من المقله. وفي نفس الزيت تاعنا غادي نكملوا الوصفه. هنا كما راكم تشوفوا عندي حبه تاع بصله اللي كنت قصيتها كيما هكا مربعات. نقلي البصله تاعي في الزيت. هنا عندي حبه تاع فلفله تاني حتى هي قصيتها مربعات. وصفه تاعنا سهله وما تاخدش الوقت كاع بزاف في الكوزينه. هنا كما راكم تشوفوا ضفت انا هنايا الملح. عندي هنايا نص مغرف تاع طماطم مصبره نقليها مع البصله والفلفله. وهنا عندي مغرف صغيره تاع هريسه. هنا عندي تلت فصوص تاع توم، وعندي جويه اللي كنت قصيتها كيما راكم تشوفوا معايا هنايا. تبغوا تقصوها مربعات قصوها مربعات، تبغوا ديروا حبه تاع الجويه الحاره تبغوا تحطوها كاع في المقله، يعني نتوما وكيما تبغوا. عندي هنايا الحرور، عندي راس الحانوت، عندي الكركب، وعندي الفله حمراء. هنا عندي حبه طوماطيس كبيره كنت قصيتها حتى هي مربعات. نخلي كل شيء يتقلى في رحبه حتى اللي طيب الخضره معانا. هنا عندي نضيف لها نص كاس تاع ماء ونخليها نقسلها ونخليها تطيب على راحتها. هنا بعد ما طابت معايا قصيت المرقاز تاعي، قصيتها الحبه على زوج ونستفها في المقله بهذه الطريقه. كما قلت لكم الوصفه سهله ما تاخذش كاع معاكم الوقت بزاف في الكوزينه، يعني على وقفه تكوني وجدتيها. وهنايا كما راكم تشوفوا عندي البيض نضيفه هنايا بهذه الطريقه. نبلع عليها شويه. هنا ضفت الملح في كل حبه ونبلع عليها شويه قد لي طيب معانا هذاك البيض تاعنا من فوق. وهنا كما راكم تشوفوا يعني التزيين ضفت انا شويه تاع معدنوس، والعجه تاعنا راهي واجده بصحه والراحه عليكم ان شاء الله. هنا ما بقى عليا غير نقول لكم تبقوا على خير وتهلاو في رواحكم في فيديو واحد اخر ووصفه واحده اخرى ان شاء الله. مع السلامه.